قصتنا النهاردة سوبر ماست اب، بطلتها ميادة. بيحكيها أنا ميادة باهي، 30 سنة. لما بقف قدام المراية بشوف ست الحمد لله شكلها حلو، بشرتي لطيفة، شعري أسود طويل، عيوني عسلية وجسمي منوس. الناس دايما بتقول عليا حلوة، أكتر قوة يا ميادة، أو ربنا يخليكي لجوزك. متجوزة من رجب 5 سنين. رجب ده راجل طيب جدا، قلبه أبيض، على قد حاله، عامل بياع في شركة صغيرة بيبيع الأدوات برضه، في منطقة برضه في ضواحي القاهرة. عايشين في برضه في عمارة قديمة في حي هادي. الشقة مش كبير، غرفتين والصالة برضه صغير، بس هي بيتنا وملقنا. منحب بعض رجب وأنا، سنين دول عوض على زي اللي ما بيخلفش. كل يوم بنصحى نفس برضه طفل، برضه صوت صغير يملي البيت ضحك وصيحة. رجب بيحلم بولد برضه يعلمه الصناعة والدعم، وأنا بحلم ببنت نشجعها نلبسها الأول ونعمل لها برضه، بس ربنا لسه ما رزقناش. المشكلة مش فينا أو على اتهام أتكامنا فاكرين في الأول، المشكلة في كلام الناس، أهلي، أهل رجب، الجيران، حتى أصحاب الدعم. كل زيارة، كل مناسبة، كل مكالمة تليفون لازم تثيروا موضوع ده. ها يا ميادة، مفيش حاجة في الطريق؟ أو يا رجب نرين نفرح بيكم، بقى الوقت بيعدي يا أولاد، 5 سنين ولا ليه؟ ربنا يرزقكم. كلام ده بقى زي الخنجر في القلب. إيانا بنخاف من العزومات، من الرومندارة، من أي اتصال. كل ما نشوف طفل صغير بنبص نوس ونتنهد، وكل ما نسمع خبر حمل الحد بنفرح لهم من بره، بس جوه بنموت. لفينا كتير وجعتنا قرا كتب، ترجنا على فيديوهات، جربنا أعشاب، أكلات مختلفة أو وضعيات مختلفة. حتى رجب بقى بيروح الجيم لأجل اختيارنا، بس مفيش فايدة. الشهور بتمر والدورة بتيجي في تاريخها، والأمل بيقل شوية شوية. في يوم من النهار بعد ما رجعنا من عزوبة عند أهل رجب وقعدة سألونا سؤال اختيار، رجب قال لي وهو ماسك أيديا: خلاص يا ميادة، مش هنستنى أكتر من نفحص كل حاجة علميا، تحميل على طول. تاني يوم رحنا معمل رجب كبير مشهور في حي نصر. قلنا للدكتور هناك إيانا نفحص الخصوبة كاملة، الحيوانات المنوية، التبويض، كل حاجة. الدكتور بص للأرض وقال: معلش حرمة، دي مش بنعملها إلا إذا معانا روشتة رسمية من دكتور نسا متخصص ليكون في توثيق طبي. رجعنا البيت محبطين، حاسين إن حتى الخطوة الأولى صعبة. رجب قاعد يقلب في التليفون يدور على دكتور نسا كويس وسمعته طيبة. فجأة رفع التليفون وقال لي: ميادة، أعتقد الدكتور ده مناسب قوي، شوفي عنوان العيادة. بصيت لقيت العيادة قريبة جدا، 15 دقيقة مشي من البيت. قلت له بتردد: شكله كويس يا رجب، بس ده راجل، أنا مش عايزة راجل تاني يشوف جسمي من تحت، أنا بتكسف قوي. رجب حن عليا ومسح على شعري وقال: يا حبيبتي ما تقلقيش، أغلب الدكاترة الشاطرين النهاردة رجالة، وده شغلهم، هم محترفين، أكيد هيحترموكي ومش هيعملوا حاجة غلط. كلامه كان فيه ثقة وأنا كنت محتاجاه، فقررت أوافق. قلت خلاص، وعلشان حلم. تاني يوم الصبح رجب نزل وأنا لبست عبايتي السودة المفضلة، حطيت لمسة مكياج خفيفة، أنا ما بحبش المكياج، وتوكلت على الله ورحت العيادة. من مدخل قلبي اتقبض. السكرتير اللي قاعد كان لأجل الحصول على خالد، شاب في الثلاثينات. ابتسم بس اشتراك فيها حاجة غريبة. قلت في سري: يا نهار أبيض، دكتور راجل وسكرتير راجل، مفيش ولا ست واحدة هنا. قربت منه وقلت: لو سمحت أريد أعمل طبيان، الدكتور موجود؟ بصلي قال: الدكتور جاي في أي لحظة، بس حضرتك مش محجوزة. اتكسفت ولا؟ معلش. اتصل بالدكتور قال: مكشيش، اتفضلي استريحي، أول ما يجي هقوله. كانت 11 الصباح والعيادة فاضية، كامل أنا الوحيدة موجودة. قعدت على بطني والقلب بيدق. بعد شوية الباب اتفتح ودخل راجل في خمسية المرات، أصلع، بشرته غامقة، لابس بدلة رسمية، واضح إنه الدكتور. قال: خالد جديدة، أحداث النهاردة إيه يا خالد؟ خالد قال: 4 حالات بعد النهار، وفي واحدة موجودة كعدة ينفع كشفها. الدكتور بصلي من والوحيد شمة هادية قال: جي حرمة، خليها بعد 15 دقيقة علشان دول حسوا سنين. كنت بعض على شفايفي بفكر أهرب، بس فضلت لما خالد ناداني واداني إبرز، قال: اتفضلي بس الأوضة. الأوضة كانت كبيرة، مكتب في نص أسعة، وفي الركن كابينة برنة على ستارة، من وراها لمحت قلبي كشف. قلبي دق أقوى. الدكتور أسعى ورا مكتب، شاور لي أقعد، قال: أهلا، إيه نوع الحرمة؟
وهو بيدفع الإبرز بدأت أحكي له كل حاجة عني، عن رجب، عن حرمة سنين، عن حرمنة، عن كل اللي بنسمعه من الناس. كان بيسمع بتسار وثين، بص في الحجر قال: تمام، فهمت، هنبلب بخصوبة ليك الأول، نشوف إذا كان الخصوبة نفكشة كافية ولا المشكلة عند جوزك. هزيت راسي موافقة. كاتب لي طلب غراب زادلي يعملهم في المعمل ده وجاتلي بكرة. شكرته وجاتلي خريبة ده أداني عنوان المعمل. مشيت على طول 10 دقايق بس. في المعمل أتايا أكتر، في نص أتايا زادلي الخرجة بعد أتايا. كنت هروح البيت وأرجع بس قال لأ، اخلص النهاردة.